ازيكم؟ وحشتوني قوي 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 من الحلقة اللي فاتت، ومتحمسة جدا علشان احكي لكم ايه اللي حصل لحسن الصباح بعد ما المركب اللي كان راكبها من اسكندرية ورايحة على بغداد ما تاهت وغرقت بيه في البحر. استنوني هرجع لكم بس بعد الانترو. بعد ما صحي حسن الصباح ولقى نفسه مرمي على شط من شواطئ عكا في الشام، قرر انه يسيب عكا واتنقل لسوريا، وبعدها سابها وراح على بغداد مقر الخلافة العباسية. ولما ضاقت بيه العيشة هناك قرر انه يرجع تاني على اصفهان، وده كان سنة 1081. كانوا السلاجقة المتبعين للمذهب السني بيحكموا بلاد فارس في الوقت ده، وأصفهان كانت من ضمن بلاد فارس. واللي أسس الدولة السلجوقية في إيران وأفغانستان وآسيا الوسطى هو أرطغرل بك. ولكن في الفترة اللي بنتكلم عنها اللي كان بيحكم البلد في الوقت ده هو قلب أرسلان العظيم. واللي يهمنا في قصتنا النهاردة هو وزير الدولة السلجوقية قوام الدين أبو علي الحسن بن علي ابن إسحاق ابن عباس الطوسي، والملقب بنظام الملك. واللي الإمام شمس الدين الذهبي اتكلم عنه وقال إنه كان راجل عاقل متدين محتشم، وكان فيه خير وتقوى وميل للصالحين وخضوع لموعظتهم، وكان بيعجبه قوي اللي كان بيبين له عيوبه، وكان بينكسر قدامه ويبكي، وكان بيتصدق كل صباح ب100 دينار. بهر العقول بجوده وكرمه وعدله اللي ما يتوصفش. نظام الملك كان سياسي عظيم ورجل المهام الصعبة فعلا، وساعد بشكل كبير جدا في ترسيخ جذور وقواعد الدولة السلجوقية. أول واحد أنشأ المدارس النظامية اللي هي شكل المدارس دلوقتي، وأحضر أحسن الشيوخ والعلماء علشان يواجه بيهم الفكر المتطرف والمذاهب الفكرية الباطنية، من بينهم أبو إسحاق الشيرازي والغزالي. وكان تلاميذ المدارس بتاعته ليهم دور قوي جدا في تكوين جيش صلاح الدين. وبمناسبة بقى صلاح الدين، تعالوا احكي لكم على موقف بسيط قوي حصل بيبين قد ايه طائفة الحشاشين كانت فعلا طائفة في منتهى الذكاء والمكر. في سنة 1176، وتحديدا في المكان اللي كان موجود فيه المعسكر بتاع جيش صلاح الدين في الشام، دخل واحد غريب على المعسكر وراح لحراس المعسكر وقال لهم انه رسول من سنان راشد شيخ الجبل، وانه معاه رسالة سرية جدا منه لصلاح الدين الايوبي. اول ما الحراس سمعوا سيرة سنان راشد عرفوا بسرعة انهم واقفين قدام واحد من طائفة الحشاشين، وراحوا بعتوا واحد منهم لصلاح الدين علشان يبلغوا بالامر. فامر صلاح الدين حراسه بانهم يفتشوه كويس، جايز يكون معاه سلاح كده ولا كده، خصوصا وانه نجي قبل كده من محاولة اغتيال منهم. وفعلا راحوا الحراس وفتشوه كويس جدا، ولما لقوا ان هو ما معهوش حاجة سمحوا له بالدخول. دخل الرسول المبعوث من سنان راشد شيخ الجبل على صلاح الدين وقال له انه معاه رسالة سرية جدا من شيخ الجبل ليه. فصلاح الدين قال له اتفضل قول رسالتك. فبص حواليه وقال الرسالة شرطها ان ما يكونش في حد واقف مع صلاح الدين. فأمر صلاح الدين الناس بالانصراف، بس فضل شوية صغيرين منهم وقال له اتفضل قول رسالتك. فالراجل قال له أمرني سيدي ألا أقدم الرسالة إلا في عدم حضور أحد. فصلاح الدين أمر الباقيين بأنهم يمشوا، بس اتبقى 2، والاتنين دول كانوا الحرس الخاص لصلاح الدين. فالراجل بص وقال له برضو ما ينفعش، لازم يمشوا علشان أقدر أقولك الرسالة. فصلاح الدين قال له الاتنين دول زي ولادي بالظبط، وأنا اللي مربيهم، وأنا وهم واحد، فتفضل يا إما تقول رسالتك يا إما تتفضل تتكل على الله وتمشي. فالراجل بص وقال له اشمعنى الاتنين دول بالذات اللي انت مش عايزهم يمشوا؟ فصلاح الدين رد عليه وقال له قلت لك ان دول زي ابنائي بالظبط، وروحي روحهم وروحهم روحي، يعني بالبلدي كده انا وهم واحد، وتقدر تتكلم وانت مطمن. فالراجل بص للحارسين وقال لهم اذا امرتكم باسم سلطاني ان تقتلوا صلاح الدين فماذا تفعلون؟ وهنا كانت المفاجأة، لان صلاح الدين لقى الاتنين اللي كانوا زي اولاده بالظبط وروحوا روحهم وروحهم روحه بيطلعوا سيوفهم وبيرفعوها في وشه وبيقولوا له أؤمر بما تشاء. ساعتها صلاح الدين كان في ذهول تام
ومش عارف يصدق نفسه من الصدمة. وساعتها عرف صلاح الدين ايه هي الرسالة اللي كانت مبعوثة مع الرسول. وعلى ما تفوقوا انتوا كمان من صدمتكم، خلوني ارجع بيكم تاني للوزير نظام الملك. صرف نظام الملك ببذخ شديد جدا على المدارس، وكان دايما بيشترط لتعيين اي مدرس في المدرسة انه يكون على المذهب السني وتحديدا الشافعي. ومش قادرة اقول لكم قد ايه الدولة السلجوقية على ايامه كانت في اقوى مراحلها التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية. ده حتى لما مات السلطان قلب أرسلان وتولى من بعده ابنه ملك شاه، كان سايب برضو أمور الحكم في إيد نظام الملك، ثقة فيه لأنه كان سياسي محنك ومصلح اجتماعي قدير. بعد اللي حصل لحسن الصباح على إيد بدر الدين الجمالي، قرر حسن الصباح إنه يعيد حساباته تاني وياخد قرار إنه لازم تكون في إيده قوة، وده لأن كانت شخصيته القيادية القوية رفض هزيمته، وفي نفس الوقت ذكائه دله بأن القوة بتيجي بمجاورة السلطة والاحتماء فيها. فقرر انه يتودد ويقرب من نظام الملك شخصيا، وزي التعبان دخله من ثغراته. هو كان عارف كويس قوي ان نظام الملك بيحارب الشيعة الباطنية، وعلشان كده اخفى تماما انه شيعي من اصله. وعارف كمان ان نظام الملك بيقدر العلم والعلماء، ودي بقى لعبته. ولقى نظام الملك نفسه قدام شخصية قوية جذابة ثابت الرأي ومثقف. وساعتها قال نظام الملك: يا سلام على زينة العلماء، هذا ذوقي. للأسف اتخدع نظام الملك بجلالة قدره في حسن الصباح، لدرجة انه عاش معاه وفي خيره لمدة 9 سنين من غير ما نظام الملك يشك فيه حتى لو للحظة. وكان قصاده سني شافعي وعالم جليل، وورا منه بيخرج للقرى البعيدة عن أصفهان علشان ينشر الدعوة الإسماعيلية الباطنية، وفي جيبه الذهب اللي كان بيديهوله نظام الملك علشان يزغلل بيه عين الناس مع كلامه المعسول. وللأسف ربى نظام الملك الحية تحت عبايته، وأول ما كبرت لدغته هو. ولحد هنا وخلصت حلقتنا، بس لسه ما خلصتش حكايتنا. لو عجبكم الفيديو وعايزين تسمعوا باقي الحكاية، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان توصل لكم فيديوهاتي أول ما تنزل.